الاخوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على راس المال. كنت وعدتكم غادي ندير شي فيديو على هذه القضيه ديال راس المال. غادي نهضروا كيفاش تكون راس المال وكيفاش تحافظ عليه، وان هاد جوج ديال القضايا كلهم صعاب في نفس الوقت، ولكن الثانيه اصعب من الاولى. ربما تكون راس المال، حنا هنا ملي كنهضروا على راس المال ما يمشيش بالك بعيد وظن اننا كنهضروا على مال قارون ولا المليارات ولا الملايين. لا، كنهضروا على راس المال ديال تجاره القرب. كيف ما بغى يكون هذا راس المال شحال ما كان فيه، ولكن الاهم انه يكفي لك الحانوت اللي انت فيه اللي خدام فيه. هذاك هو راس المال ديالك. راه ممكن يبدا من 3 المليون، من 4 المليون، من 5 المليون، ممكن يبدا من 5000 درهم. الناس اللي عندهم كروسه ولا اللي كيفرشوا في الزنقه وهذا، هذاك راس مالهم. ما تحقروش، راه راس المال كيصور به طرف الخبز، حتى هو كيتسمى راس المال. ولكن الاصعب من انك تكون راس المال هو انك تحافظ عليه. يا اخوه، باش تحافظوا على راس المال خاصكم ديروا خط احمر. خط احمر، ما تصدق منه، ما تعطي منه حتى حاجه. هذا راس المال الحاجه الوحيده اللي كتسلك فيه هي الزكاه. الزكاه الاخوان هي 2.5%. كل 5000 درهم كتسلك فيها 2500 ريال، 125 درهم. عندك مليون درت عليه سنه او العام كتخرج عليه 5000 ريال، عندك 2 المليون 500 درهم. هذا الشيء اللي كاين. وقيس على ذلك وزيد، يعني حسب نتايا شحال ما كان عندك. رجعوا للموضوع ديال راس المال، هو انك بغيتي دير المزيان مع شي واحد، بغيتي تسلف شي واحد، بغيتي تشري كادو لشي واحد، بغيتي تهلا في شي واحد، تهلا فيه من الارباح ديالك. راس المال ما تقربش ليه، ما تقيسوش. واخا تقوم القيامه، شتي الا جا يوم القيامه وقالوا لك غدا غادي تقوم القيامه، لهذا الحد ما توصلش انك تدخل في راس المال ديالك. الا لقيتي تزيد زيدو، ولكن داكشي اللي زدتي خاصك دير ليه واحد القفل، ما يكونش كيتحل في دماغك وفي الكيان ديالك كله. هو انه راس المال ما تقربش ليه مهما حدث، خاصك تحافظ عليه. داكشي علاش كنقول للاخوه، الا مشيتي لشي محل ديتي ليه واحد راس المال كان عندك وبان لك هذاك المحل ما خدامش وغادي يبدا ياكل لك في راس المال، خويا 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 ما تباتش مازال في هذاك المحل. شفتي هذاك المحل ما كيصورش لك الصير ديالك، على الاقل ما هازش ليك الهبال ديالك في الصير وفي كذا الى اخره، الصير ديال المحل وديالك وديال الدار وديال الضو والماء وكذا. عرف هذاك المحل راه كارثه عليك، غادي يخرج لك على راس المال. وراس المال الا مشى تيتفقد من المره الاولى كيجي يعني ثقيل انك تعاود تكون راسك، لان ديك النقطه ديال انني غادي نعاود نفشل دائما كتلازمك. الا قليل من طبيعه الحال، كاين اللي كيتحدى هاد الصعاب هادو كلهم وكيعاود ينوض من جديد. ولكن الاهم ايها الاخوه انك هو تحافظ على راس المال، والاهم من انك تحافظ على راس المال هو ما تقربش ليه مهما حدث. صبر وزير راسك ودير سياسه التقشف احيانا في بعض الامور، واستغنى او يعني بعد من شي امور كاع الا ما وصلتيهمش، وقضي بهذاك الشيء اللي عندك، ولكن ما تقربش لراس المال. لانك بحال شي خيط، بحال شي كره ديال الخيط. هذاك راس المال الا مشيتي تتنتف هذاك الخيط راه غيبدا تيتسرب حتى ما يبقى منه والو، وانت اللي غادي تولي يعني واحل في الاخر. نتمنى انني نكون فتكم في هذه القضيه ديال راس المال، لانه شحال من واحد ما كيفهمهاش. كيقول راس المال ماشي مشكل، هذا الشيء راه ديالي ما غيحاسبني حتى واحد، ماشي مشكل ناخذ تنرد وكذا. لا، هذه القضيه واخا ديالك راه ديالك هي، ولكن خاصك تحافظ عليه. هذاك راس المال كيتسمى ماشي ديالك، يعني في الاعراف ديال التجاره هذاك راس المال كيتسمى راس المال ماشي ديالك. وانواع راس المال كيف ما قلنا في الرساله اللي وجهناها السيد اللي وجهنا له رساله، قلنا ان راس المال كينقسم لثلاثه ديال الاقسام. راس المال هو راس المال يعني الجماد اللي هو المحل ولا الكروسه ولا الطوموبيل ولا الوسيله باش كتخدم، يعني البلاصه فين كتخدم، هذيك راه سميتها راس المال، راس المال اللامادي. والراس المال الثاني هو راس المال ديالك انت كشخص. المعقول اللي فيك انك الا وقفتي على شي حد ما يردكش، ولكن الا ما ردكش اليوم حاول ما يردكش المره الثانيه. يعني الا عطاك اليوم حاول ترد ليه رزقه وتتعامل معاه بالرجوله وكذا الى اخره. ما تستغلش يعني داك المعقول الاول، ديك العاطفه ديال التجاره وهذا وتدي ليه رزقه. لا، راه غادي تخسر راس المال اللي هو اهم من حتى الفلوس. الا خسرتي هذا راس المال اللي هو الثقه والمعقول بينك وبين الناس، راه غادي تخسر. يعني راه هذا راس المال الا خسرتي راه مشيتي فيها. راه واخا يكون عندك شويه الفلوس راه يقدروا يتقاضاو هذا الى اخره بهاد العوامل اللي ذكرناهم في الاول. وغادي خصك ثاني اللي يصوفيك مثلا. راه كاين الناس كيعطيوك السلعه وما كيسولوك كاع، حيت عارفين عندك هذاك راس المال اللي هو لا مادي، اللي هو المعقول كتكسب به الرجال. دور بك واحد الخمسه ولا سته ديال الناس اللي هما يعني اصحاب يعني معقول وكذا،
ولكن بقات انت معاهم في المعقول ديالك، يعني ما تغدرش بهم. والراس المال الثالث هو الفلوس اللي كتعمر بهم داك المحل، داك الماده الخام اللي عندك، دوك الفلوس اللي عندك كيف ما كان العدد ديالهم، شحال ما كان، بدا من 5000 درهم، 10 المليون، 20 مليون، 30 مليون، هذاك راس المال، هذاك سميه راس المال ثابت. اذا باش ما بديتي، يعني بديك 5 المليون ولا 6 ولا هذا، حاول هذيك 6 المليون ما تقربش ليها. لقيتي ما تزيد، مثلا دير في بالك مثلا واحد الهدف انه العام الجاي نقدر نوصلها ل 10 المليون، ولكن هاد العشرة الا وصلتها صافي حسبها حتى هي من راس المال. واش فهمتي؟ نتمنى الفكره توصل، وانكم ما تقربوش من راس المال مهما حدث، باش تنجحوا شي شويه وتحاولوا تزيروا راسكم بعض الاحيان، لانه ديما ماشي التجاره راه كيكون الكساد وكيكون الرواج. يعني بين هذا الشيء هذا خاصك انت تكون ذكي وتتعامل. والسلام عليكم ورحمه الله.